تاريخ إعلان مدينة تونس عاصمة للثقافة العربية لتكرم بلادنا من جديد، وتعلن اللجنة الدائمة للثقافة العربية المنبثقة على المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الإليكسو مدينة صفاقس ثاني مدن الجمهورية عاصمة للثقافة العربية سنة 2016. فهنيئا لنا جميعا بهذا القرار، وهنيئا لكل من ساهم في تحقيق هذا الحلم، وأخص بالذكر زميلنا الصديق وحيد الإنتاتي الذي بادر بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للثقافة وبمتابعة ودعم وزارة الإشراف على رأسها الدكتور مراد الصقلي وزير الثقافة، وسلفه الدكتور مهدي مبروك في تبني ملف الترشح، والسيد رضا قاسم مدير عام وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية ممثل وزارة الثقافة في اللجنة المنبثقة عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. وشكرنا نتوجه به أيضا إلى السيدة حياة قصاد مدير إدارة الثقافة بالمصلحة العربية للتربية والثقافة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو. أود أيضا أن أهنئ أخوتنا وزملائنا في مدينة قسنطينة في الجزائر الشقيقة ومدينة البصرة في العراق باعتبارهما عاصمتين للثقافة العربية لسنة 2015 بالنسبة للأولى، ولسنة 2018 بالنسبة للثانية. واعتبارا لكون الثقافة مفهوم شامل لعدة أنشطة ولعدة مظاهر مادية ولا مادية بأبعاد متنوعة تاريخية وأدبية وفنية ومعمارية وتربوية، فإن مدينة صفاقس تزخر بمخزون ثقافي ثري يغطي كل هذه المجالات، ويتطلب مزيدا من الإحاطة والرعاية والتشجيع والتطوير حتى تتبوأ صفاقس المكانة التي تستحقها ثقافيا، وهي ذلك القطب العلمي والمعرفي والصناعي والفلاحي الهام والحيوي في البلاد. هي مدينة المليون ساكن ويؤمها زهائر 40,000 طالب في جميع الاختصاصات، مدينة التفوق العلمي والنجاحات الباهرة، وهي مدينة شامخة بآثارها القديمة والوسيطية والحديثة التي تحتاج إلى العناية والحماية من الاعتداءات على معالمها. وهي مدينة مهرجانات دولية هامة تتطلب مزيد الدعم والانفتاح على القدرات الفنية العالية وتوفير الفضاءات القادرة على احتضان هذه الفعاليات. وهي مدينة دور النشر المتعددة التي تحتاج لفضاء أرحب وأوسع لطلاب العلم وأحباء الكتاب. إن إنجاح هذه التظاهرة الدولية لسنة 2016 تحتاج إلى تعميق مفهوم المساندة الثقافية التي تتجاوز مثقفي جهة صفاقس من الأدباء والمسرحيين والفنانين والسينمائيين ورجال الفكر إلى كل قوى المجتمع المدني بالجهة وكل المؤسسات الفاعلة فيها. إن ذلك يتطلب مجهودات جماعية كبيرة تمكننا في ظرف وجيز من تجاوز العديد من النقائص البارزة في المدينة العتيقة وفي عدة معالم، وإبراز المخزون الثقافي والطاقات الكامنة في المجتمع حتى نعطي صورة مشرقة ومشرفة لكل ضيوفنا ونكون في مستوى الحدث. أرحب مجددا بالسيد وزير الثقافة ومرافقيه وبكل الحاضرين، وأرحب بكافة ممثلي أجهزة الإعلام الذين سيكون لهم دور كبير في إنجاح هذا الحدث والمساهمة في مزيد إشعاع مدينتنا عربيا ودوليا. وفي الختام أشكر الذين ساهموا في تنظيم الندوة، وخاصة السيد وسيم الزويري والسيد عبد اللطيف شعبان الرئيس المدير العام لشركة الأمانة تكافل، والسيد أحمد الطريقي نائب شركة الأمانة تكافل في صفاقس، والسيد محمد البويدر مدير عام شركة تبرورة. وأحيل الكلمة الآن